فالشمس في بداية 70 يوما تكون في طريقها لاجتياز درب التبانة للتوجه إلى مجموعة الأسد. إذا أخذنا حزام النجوم الثلاثة بصفتها الأهرامات الثلاثة يكون لدينا مقياس، فأنت تعرف المسافة وبالتالي تعرف المقياس بين النجوم. إذا استخدمت هذا المقياس وعملت عليه فإن موقع أبو صير يتلائم مع كوكبة الثريا. والمفاجئ في الأمر هو أنه توجد هناك 5 أو 6 أهرامات، كما توجد 6 أو 7 نجوم هناك، وتبدو شبيهة بالعنقود. وبالفعل فإن مسار الشمس هو تحت كوكبة الثريا وليس من خلالها بل تحتها، وبالتالي فأنت تجد أن معابد الشمس واقعة تحت أهرامات أبو صير. إذن يكون لدينا معبد الشمس مقابل معبد الشمس الذي أطلق عليه اسم محطات الشمس، وتبدو هذه كأنها محطات أرضية. وكان ملك الشمس يمارس طقوس 70 يوما، وهي تشبه مراحل درب الصليب، ويمكنك أن تنظر إليها نظرة أكثر تعظيما وأبهة. كان الملك يمر بتلك المراحل لتأدية طقوسه أو آلامه.